السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا اليوم قصة شي أحكي لكم إياها، يعني قصة جميلة جدا، بس اشتيكم تنسجموا معي جدا. أقول لك مرة واحد كان مزوج، وبعدين أبوه قبل ما يموت كتب وصية وقال لعياله، قال لابنه يعني وزوجته: ما حد لا تقريهاش إلا لما أنا أموت، وأنت يا ابني لا تقريش الوصية إلا لما قدك بتموت. واصل؟ قال له واصل. المهم الأب مات، الابن قالت زوجتها بتقريها زماش، قال لها ابو زوجها ايوه قالت بتقريها، شافته قال له لا، اللي مكتوب بالوصيه لا، اقسم بالله تطلقني الان. قال له ما ابو يا مرة، اطلقك ليه؟ ما ابو يا مرة. قال له اقسم بالله تطلقني الان، يعني تطلقني الان. الرجال ما رضاش، ما حلف انه ما يطلقهاش. راحت جابت اخوه قال له ما اللي حصل. قال له يا اخي واحد اثنين ثلاثه. قال له طب اديني الوصيه شوفها. ادى الوصيه. قال له لا، الكلام ما ينسكتش عليه، اقسم بالله تطلق اختي الان، يعني تطلق اختي الان. المهم طلق اخته، شل نفسه، راح الصيدليه وحس نفسه في كحه قليل مريض. راح الصيدليه، قال له ما لك ضابع. قال له واحد اثنين ثلاثه، طلقت اختي، طلقت مرتي عشان الوصيه هذه اللي كتبها لي ابي. قال له طيب اديني الوصيه. شاف الوصيه قال له ما ابيعش، اخرج من محلي الان، اخرج. قال ما ابغى هذا دحين كله قال لي واحد فعل لي كذا. شل نفسه راح البقاله اشتري دبامه. شاف الرجال ضابح مره، قال له ما ابغى ايش اللي حصل يا ابني؟ قال له واحد اثنين ثلاثه، حتى الصيدليه طردني من مكانه. قال له هات الوصيه خليني اشوفها. شاف الوصيه قال له اقسم بالله تخرج الان من مكانه وتمشي منه. المهم قال خلاص انا ضبحت من هذه البلد بسافر بلد ثاني. شل نفسه طلع فوق السياره، وقدر ما باقي قليل فوق العربيه، لما قدر باقي قليل بيسافر بلد ثاني. قال له ايش قصتك انت؟ قال له واحد اثنين ثلاثه. قال له اديني الوصيه. اداه الوصيه. قال له لا 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 لا، الكلام ما ينسكتش عليه، اقسم بالله تنزل من سيارتي الان، يعني تنزل الان. نزل من سيارته وغلق الباقي مش وصل. قال بيغلق الباقي فوق البحر سفينه. المهم طلع عند القبطان، الناس كانوا يتكلمون كامل معه، فقال قال له ايش قصتك؟ قال له واحد اثنين ثلاثه. شاف الوصيه قال له اسمعني، هذا الكلام ما ينسكتش عليه، اجلس هنا لما نوصل لا تتكلم معنا ولا نتحاكم معه. الرجال ضبح، قال بروح عند القبطان بشوف ايش القصه عند صاحب اللي يسوق السفينه. راح لما عند القبطان قال له واحد اثنين ثلاثه. قال له اديني الوصيه. قال له لا ما بدكش الوصيه، كل ما نديته الوصيه طردني، تحلف يمين انك حتى لو شفتها ما. قال له اقسم بالله لو يكون مكتوب في بيئك اللي يكون ما بفعل لكش حاجه، اديني. شاف الوصيه قال له لا لا لا، شلها قد الباب البحر. المهم قدر خلاص الرجال بيموت فرحان انه ايش بيشوف الوصيه ايش كتب له ابوه. اقرا فعل الورقه وقبل يشوف الرساله طارت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.